عشنا وشفنا الطلاق بقى له روتين. طول ما احنا عايشين هنفضل نشوف ونسمع حاجات كتير. يا عالم بكرة هيبقى ايه؟ هيقولوا الروتين الموت ولا الروتين ايه؟ ما بقتش عارفة احنا رايحين على في زمن ايه ولا رايحين على فين. الدنيا خلاص ما بقاش فيها السلام، كله رايح. بقينا بنطلع من عاداتنا وتقاليدنا، بقينا يعني ما بقيناش عارفين احنا ماشيين على انهي دين وعلى انهي ملة. خلاص النت والتكنولوجيا والحرية زيادة عن اللزوم بقى خلتنا نعمل كده. يا مساء الفل عليكم، وحشتوني جدا جدا. طبعا غايبة عنكم بقالي فترة، وطبعا القناة وقعت مني ومش عارفة اعمل ايه. حطوا في اول فيديو كده، يا ريت تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناة لو انت اول مرة تشوفونا، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. عايزة اسمع الصلاة على النبي كتير جدا، لان لما بتصلوا على النبي صدقوني بيرتاح يعني. اللي بتبقى طالعة من قلبه كده بتحس براحة شديدة جدا. سبحانك يا رب. ما تنسوش بقى يا حبايبي تقولي لي رايكم في الايه، في لفه الطرحه الجديده ديت. قبل ما ابدا معاكم الفيديو يعني، يا ريت تقولوا لي رايكم في لفه الطرحه. هل هي حلوه؟ هل هي لايقه على وشي؟ دي اول مره اجرب. جات لي كومنتات ورسائل ان انا ممكن اغير لفه الطرحه، وانا كنت حابه يعني. انت عارفين ايه، لولا الكلام اللي جالي انا كنت محتاجة حد يقول لي يعني، يشجعني او يكبر الفكرة في دماغي اكتر. فقلت اجربها بقى. عارف احساس ان هو انا ومش انا؟ يعني فاهمين احساسي ده؟ الاحساس ان مش انا اللي موجودة ديت باللفة الطرحة ديت. غريبة عليا، مستغربة شكلي جدا جدا. كتير جدا قالوا لي شكلك حلو بيها بس انا من جواي انا مش يعني لسه بحاول اقنع نفسي باللفة. هل هي حلوة؟ هل هي شكل وحش؟ فانتوا قولوا لي رأيكم. انا منزلة ستوري على بوست على المنتدى، ومنزله صورتين، وقولوا لي انهي يعني شكلي انهي الافضل، كانت اللفه الاولى اللي متعودين عليا بيها ولا الشكل ده. بصوا بقى، الفوط ديت كان لقيتها انا اشتريت منها دستة 12 واحده. ال 12 كنت جايباها ب100. كان معمول عليها عرض من احدى الجروبات يعني على الفيسبوك وكده. فلقيت عاملين عليها عرض ال 12 ب100 جنيه. فقلت بس فرصة يعني، انا بستخدم فوط كتير فقلت اجيب منها. يعني بحتاج فوط كتير، فقلت ايه هتنفعني بصراحة. لما جيت جربتها بقى في مع الخشب وتلميع الخشب وكده، لقيتها تحفة بصراحة جدا يعني. ده كان عليها عرض يعني، فقلت فرصة واجيبها. بص بقى، اكتر موضوع لفت انتباهي وقعدت كده اللي هو مبلمة كده، مش عارفة مش عارفة احنا رايحين فين. يعني ايه واحدة تطلع تعمل يعني روتين الطلاق؟ يعني ايه؟ يعني ايه الكلمة دي؟ يعني ايه روتين الطلاق؟ تعملي ايه؟ مبسوطة بحياتك؟ طبعا انا ما بقولش ان هو يعني حرام او حلال، لان انا طبعا منفصلة زي ما انتوا عارفين كده. بس ولا عمري في المدة اللي فاتت دي كلها طلعت وقلت ده انا بعمل روتين الطلاق او بعمل مش عارفة ايه. اما وانا بقلب كده بالصدفة ان انا لقيت الفيديو ده استفزني جدا. اللي هو واحدة قاعدة في شقتها ومعاها ابنها، وفي نفس الوقت بتقول بقابل طليقي عادي، وبخرج معاه كل يوم، وبعيش حياتي معاه اكن لأول مرة. اكننا اتنين صحاب نتعرف على بعض. فبصراحة الكلام استفزني جدا. حاسة ان احنا طلعنا من اخلاقنا شوية، ما بقاش فيه احترام، ما بقاش فيه حياء، ما فيش ما فيش دين، ما فيش رقابة. يعني ايه بقى انك انت بتطلعي تقابلي اللي كان جوزك كل يوم،
ضحك وهزار، بتتقابلوا كتير معاه ومع صحابه ومع صحابك، بقيتي عايزة تخرجي، مش فكرة انك انتي بقى دلوقتي بيهتم بتفاصيلك اكتر، فهي مبسوطة بالفكرة دي. طب ليه طالما انتي حباه، ليه حبيبتي ما تفضليش معاه؟ ليه ما حاولتيش انك انتي تغيري من نفسك او هو يغير من نفسك عشان ما يحصلش المهزلة دي؟ يعني ليه؟ طبعا انا يعني بحاول اختصر اللي انا شفته في الفيديو. هي طبعا واحدة يوتيوبر او بلوجر مشهورة ومعروفة، هي وجوزها، وتقريبا على ما اعتقد ان هما رجعوا لبعض. بس كفكرة بقى، هل هم كان مثلا ريتش القناة عندهم واقع فهم حبوا يعملوا كده عشان الناس تبدأ المشاهدات تزيد فالدنيا تتظبط معاهم تاني؟ مش فاهمة. لا حقيقي انا بقيت بشوف على الفيسبوك مهازل بمعنى الكلمة، وصفحات كتير جدا جدا. طبعا مش كل الناس عشان ما بقاش بظلم الكل. في طبعا المحترم وده يتحط على الراس، وفي مهزلة زي برضو صفحات الأكل اللي احنا تلاقي عليها ما شاء الله ما شاء الله أعداد كبيرة. اللهم ربنا يبارك ويزيد للكل طبعا. بس تخيل لما تبقي طالعة كده عمالة تاكلي بشراسة بشراهة بشراهة، لغاية ما هتروحي فين؟ بمناسبة اللي بتاع ده، انا كنت عايزة اقول لكم ان قبل ما انسى ان هنا انا كنت جايبة عرض من درماتيك، اللي هي جايبة بقى غسول والهيدروج اسيد وفيتامين سي، وجايبة للبشرة، كريم للبشرة، وجايبة ايه تاني، الغسول وصن بلوك. كل المجموعة دي كانت عليها عرض من درماتيك، كان ب1500، جبتها على 550، كان عليها عرض. طبعا كان فيه عروض كتيرة جدا، بس ده اللي كان افضل عرض عجب، يعني مش عجبني، كان مناسب ليا كاحتياجات ليا. يعني انا كنت محتاجة الصن بلوك، ومحتاجة الغسول، ومحتاجة الكريم بتاع البشرة، والفيتامين سي، والهيدروليك اسيد. دي مجموعة انا كنت محتاجاها، فبدل ما كنت هشتري كل واحدة لوحدها وكانت هتكلف مبلغ كبير، فلقيتها معمول فيها مجموعات ومعمول عليها عروض فجبتها. فقلت حبيت اقول لكم كمان ان هي درماتيكا على طول بتعمل عروض، فممكن تستغلوا الفترة دي. طبعا انا خلصت هنا تنظيف ولمعت الخشب طبعا، وشفت والله انا صارفه على المكياج على المكياج، صارفه على المونتاج يا بنات. والله لو خدت بالكم يعني وانا بعمل اللقطه دي كده، سامعين انتوا الصوت ده؟ وظبطت السرير كده ولمعت الخشب. طبعا محمد تعبان خالص، الكحة ماسكاه. وكمان كان لسه راجع من عند باباه، والدنيا برد، وبسيوني كمان معترض على الكحة بتاعته. فهنا بقى قلت اعطر السرير عشان السرير تبقى ريحته حلوة وجميلة كده، لما نيجي نقعد عليه وماما تقعد عليه كده يبقى الريحة جميلة. عايزه اقول لكم هنا بقى انا اتبهدلت اخر بهدله، بس انا قلت ايه اقصر الفيديو عليكم عشان المرمطه اللي انا شفتها. كان بقالي فتره طويله جدا يا بنات ما طلعتش البلكونه، زي ما انتم شايفين التراب. ف... فقلت بس بقى، وانا اصلا كنت مودي وحش، فقلت اطلع الغل فيها بدل ما اطلعه على حد. ما تنسوش تحطوا اللايك عشان انا تعبت، وتقولوا لي كومنتات كتيره كده حلوه، وتصلوا على النبي في الكومنتات عشان انا تعبت في الفيديو ده، وخصوصا البلكونه دي. طبعا انتوا هتشوفوا مقطع صغير منها، بس انا تعبت فيها والله. نظفتها بقى وكده، وكانت القله بتاعتي دي كانت هتتكسر، فقلت لها يا اختي استني لما اختي تتجوز وبنكسرك. المهم بقى ايه، نظفت كده السور، عملته كده ونظفته بالفوطه، ولمعته كده. وقلت اجيب بقى الموب بتاعتي دي، الشرشوبة الجميلة ديت المكسورة، وبحاول اتعامل بيها
على ان هي طبيعية. مسكت الحيطان بتاعة البلكونة كده ونضفتها وظبطتها. بس يا حبيبي، وقلت بقى امسح البلكونه. طبعا انا ما كنتش لاقيه المقشه الناعمه خالص عشان اكنس البلكونه، فاضطريت اكب ميه بقى وامسحها كده. فما عرفتش اكب ميه وادلق في البلكونه ميه كده على طول.